هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شاخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم حسوي دولمة لحم غنم ويا ليا يطلع ربع. عندي هنا قلاص وشوية تمن عنبر طبعا. هنا سلك. طبعا جبتها من نور ياسة من السلك. وعندي هنا شبنت، وهنا مكونات مال الدومة، البصل وهاي الشغلات، شجر، باذنجان، شوف شو نعمات صغار. هسه هغسل السلك واغسل الشبت مرة ثانية، هو مغسول طبعا بس اغسلهن وراجعت لكم. هسه عيني انا خليت اللحم وخليت الشبنت، وهسه حخلي شوية كركم، احبها صفرة، وشوية بهارات. هاي البهارات وشي استعملها. وهسه اني ايش عندي هنا ثلم طماطة وبصل طبعا، هخليها ويا الحشوة مال الدومة. هسه أنا سويت ذبيت البصل والطماطة ثرمتها وخليت معجون، وهسه حضيف لها الملح واخبطها واعطيكم النتيجة. حبايب قلب عيني خليت شوية دبس الرمان، وخليت قلت لكم معجون، وخليت ملح طبعا، وخليت شوية نوم بصرة. هسه حخبطها عيني واغسل المواد هذني مرة، هي مغسولات بس اغسلها. وذبيت الأورنج 2 أورنج، انا ما اخليه لمندوزي، اذا عاجبكم خلي لمندوزي. هسه حلف عيني دوما كملت الحشوة، خليت زيت الزيتون شوية همات، هذا خليته لي جوا طيب يصير كلش احبه هذا بالدومة. هسه حلف عيني السلك والمواد، البصل والشجار والشغلات، حلفها عيني، حلفها واراويلكم التفاصيل. خلي البصل اول مرة. عن الدومة لازم لحم، انا ما احب اللحم المثرم بيها، احب لحم بيدي يأثمه اطيب تصير. هاي الشجرات همات طيب تصير. هاي الشجرة طبعا الباذنجانات كلش صغيرة حتى اللحمة ما تدخل بيها. الله اكبر الله اكبر. هاي عيني بعد شوفي هالباذنجان ايش قدوته، شفتها اسويها الفها طبعا. طبعا هسه اني سويت كملتها، سبقة بس السلق ان شاء الله. أنا ما أعرف ألف إلا بيدي، ما أعرف ألبس جفوف. الحمد لله ايدينا نظيفة ومعقمة، لا ألبس جفوف كل شي ما أعرف أشتغل. شلون سلقي يخبط طبعا. وعجبني همات أسوي حامض شلغم. شلون ألفها. هسه أنا صار عندي جدريتين، لأن إحنا عائلة صغيرة، صارت هاي هسه حسويها، وهاي تفيدني أضمها بالمجمد غير يوم أطلعها. بس حخلي لها شوية معجون، شوية ماي، شوية رارنج همات اخلي لها، اذا همات شوية يمكن اخلي لها شوية لمندوزي حسب الرغبة. عيني وشوية اخلي لها بكركم، عم شوية صفرة حمرة. هسه هاي حخليها بالثلاجة معليشي، وهاي حسويها. سبق عندي هذا الشبنت، ايش حسوي اني؟ حنظفه بعد اكثر، وش اقطعه اثرمه واخليه بالتشيز، طبعا هو ما بيناشف، اخليه بالتشيز واخليه بالمجفف، يفيدني تم الباقي كل شي يفيد. اسوي دولمة مرة ثانية بيفيد.
هسه خليته بهذا الجزء اخليه بالمجمدة. هسه عيني هذا حميت الجدر وخليت شوي زيت الزيتون. راح اسوي لكم حامض شلغم. ايش هسوي هسه اني؟ هخلي الحامض شلغم والبصل سويا احمسه شوية. هسه اني بدي احمسه. هذا بصل الاخضر الطوال وشوية بيت كركم شوية والشلغم احمسه وياه. خليه ينحمل زايد بعدين اذب السلق. هسه ذبيت السلق حمسه شويه خفيفه واذب التمن العنبر. انا حخلي تمن عنبر واخلي مقدار المي هسه تشوفوا على مود يصير شوربه حامض شلغم. الكبه موجوده طبعا. بالاخير اذب الملح ما اخلي هسه. اكو ناس من تكمل الشوربه يذبون رارنج. انا رارنج ما اذب الحامض اخليه من اصب بالكاسه الحامض شلغم بعدين ادير عليه شويه رارنج. انطفت الكهرباء. بالاخير اذب الرارنج. اكو يقصون عليه رارنج انا لا من اصب بالكاسه اذب الرارنج. هسه انا بصل اخضر شلغم وثرمت السبينه ثرمت السلق البقع. هسه حمسه طبعا خلي زيت الزيتون اني هسه حمسه وحذب هذب التمن وبعدين الماء. طبعا مقدار التمن كلش قليل خلوه يعني هيجي شلون حدود نص استكان او استكان مال شاي التمن يعني لا تصير كلش ثخينه. هسه حخلي ماي عيني واخليها اقبغها واخليها لحد ما تشوفون الشلغم استوى والتمن انهرس عيني. بالاخير الا اذب الملح واذب الكبه. هسه خليت عين الماي المستوى يعني زين واشوف سخنه وانا اتحكم بيه. طبعا هغطيه واوقفه على النار. شوفوا شلون شوف الحامض شلون التمن عنبر شلون ثخن. ابد لا تخلون تمن هوايه. هسه اخليه على بعد شويه رادله وبعدين يعني حدود فد ربع ساعه حد ما نشوفه بعد شويه ثخنت نخلي كبة الحامض الشلغم وبعدين الملح. طبعا بعد شويه رادلها تتسبج بعد شلون تتسبج. هي استوت بس بعد شويه اهدرها واصب الماعون واراوي لكم. هسه صبيت عيني وهسه اعصر عليها رارنج. ابد لا تخلون رارنج بالجدر يعني ثاني يوم تحمض. اذا تبقى ثاني يوم تحمض اطيب شي هو تديرين عليه رارنج. هذا حامض الشلغم. هاي الكبة طبعا كبة اخذتها من نور ياسمين طبعا كلش طيبة مكانكم خالي. هيك تصير حتى السلك لا كلش تحمسوا عم يبقى بخضار بطيب. مكانكم خالي. شوف شلون